العيد فرحة يا سلام. كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة ما كل سنة وانتم طيبين، ويلا نعمل احلى طبق فتة ونقول بسم الله. اول حاجة عندي هنا هسلق اللحمة بتاعتي في حلة سخنة جدا على النار. هنزل بمعلقة من السمنة ورشة من الملح عشان اللحمة تتحمر معايا حلو جدا، وكمان ما تطرطش عليا وتملالي الدنيا. هشوح اللحمة بتاعتي تشويحة كويسة جدا لغاية لما تاخد لون ذهبي بسيط كده زي ما انتوا شايفين. بعدين هنزل عليها بالخضار، بصل، ارباع، عيدان خضرة، فصوص توم، وهشوح ده كله مع اللحمة لغاية لما اشم ريحة الخضار. هنزل عليهم بقى بمية مغلية تغطيلي اللحمة تماما غلوة، والتانية هتطلع الريمة بتاعتها. هسحب الريمة وبعدين هحط التوابل الصحيحة: ورق لورا، كبابة صيني حصى، فلفل اسود حصى، حبهان. وهسيب بقى اللحمة تغلي كده وهديلها النار واسيبها تستوي على نار هادية. ولو اللحمة بتاعتك كبيرة شوية هتديها 1-3 من نوى البلح، هتسرع معاكي التسوية. وطبعا ما بنحطش ملح غير في الاخر. سيبنا بقى اللحمة تتسلق، هنعمل بقى صلصة الفتة. عندي هنا في حلة سخنة على النار معلقة من السمنة، هنزل عليهم ب3-4 فصوص من الثوم المفروم، هديهم التشويحة التمام لغاية لما ياخد اللون الذهبي. هنزل عليهم بربع كوباية من الخل الأبيض، وبعدين نص لتر من الطماطم المتسبكة زي ما انتوا شايفين كده. كانت مجمدة عندي في الفريزر، سبتها لغاية لما فكت تماما. بعدين عطيتها ملح، كمون، سكر، فلفل اسود، وغلت غلوة. وبعدين نزلت عليها ب2-3 من شوربة اللحمة، وغلت غلوة مع شوربة اللحمة رفعتها من على النار. وعشان اعمل بقى رز الفتة بتاعي، عندي لكل كوباية رز فص واحد من الحبهان، معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، معلقة كبيرة من السمنة او الزيت، كوباية واحدة من المية المغلية او الشوربة زي ما انت حابة. كمان بضيف لرز الفتة ايا كانت كميته معلقة كبيرة من الخل، بيخلي لون الرز بتاعي ابيض ناصع. كمان مش هنسى معلقة السكر الصغيرة اللي بتخليلي طعم الرز بتاعي مميز جدا. نيجي بقى لعيش الفتة. بجيب العيش البلدي بتاعي كده الطري العادي جدا، وبقصقصه كده بالمقص لمكعبات صغيرة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبعدين بحطه عندي في صينية فرن وابتدي كده افصله عن بعض كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هجيب عندي بقى 3-4 فصوص من الثوم وهرسهم كده في الهون كويس جدا جدا بشوية ملح وفلفل. وبعدين بحط عليهم 3-4 معالق سمنة سايحة واقلبهم معاه كويس جدا جدا. وبعدين ببتدي احط منهم كده على العيش وادي تقليبة محترمة للعيش بتاعي، وادخله فرن سخن على درجة حرارة هادية لغاية لما العيش بتاعي هنا يتحمص. باقي كمية التوم اللي عندي اللي بالسمنة دي طبعا مش بتترمي، باخدها كده وبدعك بيها اللحمة المسلوقة بتاعتي. بجد يا جماعة مش قادرة اوصف لكم هي بتعمل ايه في طعم اللحمة دي لما بتتحمر. والتكة دي انا كنت متعلماها من جدتي الله يرحمها، كانت دايما بتعملها في اللحمة المسلوقة قبل ما تحمرها، وكنا بناكل من ايديها احلى لحمة بجد محمرة. يعني عايزاكم بقى تنزلوا تحت في التعليقات وتدعوا لها بالرحمة والمغفرة. تمام. دعكت بقى كل كمية اللحمة بتاعتي كده بالتومة زي ما انتوا شايفين في طاسة بقى سخنة على النار كده. هنزل بمعلقة محترمة من السمنة، مش كتير طبعا لان التومة عندي فيها سمنة، واديها برضو رشة من الملح. وهرص كل كمية اللحمة بتاعتي كده عشان تتحمر. النار عندي هنا وسط مايلة للهادية. تمام. هغطيها بقى كده عشان تتحمر عشان ما تطرطش وتملالي الدنيا. تمام. اول ما بتتحمر على اول ناحية بقلبها على الناحية التانية. وبكده اللحمة بتاعتي هنا كانت جاهزة. هديها بقى رشة فلفل اسود وهركنها على جنب لوقت التقديم. هاجي بقى الرز بتاعي هنا كان ختم واستوى. قبل بقى ما بقدمه بديله معلقة كبيرة كده من السمنة واديله تقليبة محترمة واقدمه. عيش الفتة بقى اتحمص معايا كده وكان مقرمش جدا. هبتدي احط اول طبقة من العيش، بعدين هديله كده كبشة من الشوربة، مش كتير طبعا لاني انا بحب طعمه يبقى فيه قرمشة. كبشة كمان من صلصة الفتة اللي عملناها مع بعض. كمان هغرف الرز بتاعي زي ما انتوا شايفين ريحته كانت مفحفحة وحلوة جدا. هدي كمان كبشة من صلصة الفتة، وبعدين هرص على الوش الفتة اللحمة المحمرة اللي حمرناها مع بعض. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكل سنة وانتم جميعا طيبين.